الليلة الثاني من عاشوراء كان أصحاب حيدر وحسن يغتسلون بأحزانهم غارقون بجرح عاشوراء من جهة وجرح مقتل صاحبهم حسن الذي تزامن مع أيام الحزن هذه من جهة ثانية. في تلك الأثناء تسلل حيدر من سوق الشيوخ إلى الناصرية ومعه أخته زينب. شنو هو الشيطان؟ أن الشيطان يميل إلى وجود صورة حيوان، أن الشيطان يتصور من صورة مصارعة. فرج، جاوبني بإي أو لا. بس ما أريد كلام زايد. رحت البيت أخوك هاشم وحرضت على قتل حسن وقاسم لو لا؟ والله ما رحت. وبيومها إذا سمحت لي بيومها كنت أنا بالدويرة وشفت جواد يمشي قاعد تشبيكهم قالوا حسن وقاسم توفوا. إيه. نزلت دور لي على سيارة ماكو. وانا اركض سمعت عم فرج ورائي صيح. اي ما ادري منين طلع. انت اتفقت ويا رتيبه بنت عمي هاي. اي شنو اتفق؟ رتيبه بنت عمك. ايش بيها؟ شنو اتفق؟ اتفقت وياها ايه تخطف لك زينب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اكو واحد عنده ناموس وغيره يورط بنت عمه بجريمه؟ انا اللي اسالك مو انت تسالني. ما اسويها. انا اذا اريد اخطف ما سويتها او لا؟ طبعا لا. ما سويتها. انا اذا اسويها دز احد يسويها. خلاص. بعدين بالعقل ليش اخطفها؟ انا جاي طالبها. خلاص. واقدر اسمح لي حتى بس تقتنع. يلا. انت من عشاير. أي. وانا عمها وابوها ميت انهي عليها وبكيف ازوجها لمن اريد. احكي. نعم. فرج. اي امركم انه تقتلون حسن وقاسم لو حسن رمى عليكم وانتم دافعتوا عن نفسكم. لا استاذ شنو قتل؟ ما قتل احنا ترى اهل بيناتنا يعني هي فزعه وغسل عار يعني مو فرج اللي دفعكم. لا وفرج كان عنده
رغبه بان يقتل اخوه ويكوش على كل شيء، ياخذ الديوان والفلوس والحلال. احكي لك الحقيقه. اي هو وارد الحقيقه. لا انا ما شفت هذا النيه عنده مال القتل وكذا، انا شفته صاحب حق وكبير فرج عندي يعني الحقيقه يعني. طبعا اي كبير، لذلك انا شفته. هسه يشوفون الناس غير شكل. أنا اتفقتوا. اللي شفته فرج خوش زلمه. خوش علمكم فرج، علمكم أن تحولون القضية إلى قضية شرف وتبعدون عن القتل وأنتم تدورون على شرفكم وغسل عار، وهاي القضية. هي هاي الحقيقة. شاركت بالقتل؟ أنا ما شاركت بالقتل، أنا صح كنت موجود، بس إحنا ما رحنا لا على حسن ولا على قاسم ولا هذا علينا رحتوا؟ إحنا رحنا لأن كانت القضية مال شرف. شنو يخليك متأكد بأنه بنت عمك زينب مو طاهرة؟ عندك دليل؟ انت بعقلك مو بعقل غيرك، بعقلك انت، مو بعقل فرج ولا بعقل اي عقل. وبعقلي اختفت البنية ساعات طويلة ورجعت بعدين، يعني ما اكثر من هذا الدليل. من اللي قتل ولدك؟ انا جاي وين اسالك وانت وين تجاوبني؟ يقتلهم بويل. انت قتلت منه؟ ركز وياي. ما قتلت احد. اللي قبلك قالوا انت قتلت قاسم ابن هاشم. لا استاذ انا ما قاتل. افهمك استاذ. ما قاتل؟ افهمك السالفه يعني. اي فهمني. احنا كنا جايين البيت عم هاشم. اي على صوتك والله خلي اسمعك. كنا جايين البيت عم هاشم استاذ. اي على مود زينب تعرف احنا عندنا غسل عار، ومن اجينا احنا كلنا كنا مسلحين. اي احكي لك الحقيقه انا. اي واحنا ربعنا وناسنا وقرايبنا هواي تدري. اي فاخوي حاكم اي مات اخوي حاكم وهو قاسم، قام واحد يرمي على الثاني. اي وحاكم هو اللي قتل قاسم. حاكم اخوك؟ اي حاكم قتل قاسم؟ اي وقاسم قتل هم اثنينهم، واحد رمى على الثاني. واحد رمى على الثاني. اي استاذ. زين انت اشتباوا لهم شنو؟ استاذ انا كنت بالاخير يعني مو بالبدايه من نجا حيدر. اي كنا منتظرينهم. اي ومن طب ظليت انا واقف هنا، قلت خاف واحد يجي هاي، فبقيت يعني ما له علاقه. بقيت ساند الموضوع. اي استاذ. عفي. الله وكيلك محمد كفيلك. وهاي عالم شافتني بالدويرة وجواد، وانا اي شيء يثبت علي بخدمتك موجود. ما يحصل عليك كم شيء. مو تمام. جزاك الله خير. وانا اعتذر شوي على صوتي، قاطعتك هواي بس بلشوم. تمام. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. توكل الله عليك. حسبي الله. حسبي الله. صديقي العميد جابر قرر أن يحقق في هذه القضية بنفسه لصعوبتها، وقد استهوته غرابة شخصية فرج والحكايات الغريبة التي تحكى عنه. ولكن فرج كالعادة يمتلك القدرة على سحر الآخرين بكلامه وإيجاد التبريرات والبراهين المقنعة، ويخرج من قضية تهمة قتل حسن وقاسم تماما قدرات هائلة يتحول فيها من شيطان إلى ملاك. التحقيقات شملت كل الأطراف المشاركة وغير المشاركة بأحداث مقتل حسن وقاسم، وسأورد لكم بعض أجزاء التحقيق فيما بعد في أوراق هذه السيرة، مع الإشارة أن جنازة حسن وقاسم ظلت محجوزة في الطب العدلي بمستشفى الحسين في الناصرية لحين حسم أوراق القضية. سد الباب ولا تخلي أي واحد يدخل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إنا لله وإنا إليه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله يرحمكم ويرحم فيكم. مصيبة ورا مصيبة.
الله يرحمكم برحمته يا ابوي. الله يرحمكم. لا حول ولا قوة إلى رحمة الله. إلى رحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. رحمتك هذا حضرتك. لا حاضر. جزاك الله عن حاضر. يعني لازم يندفنون. إكرام الميت دفنه يا جماعة. المسألة لازم أكو حل. لازم نتنازل. لا سيادة العميد أكيد عندنا هو رجل قانون. لازم نتنازل. هذا الحل الامثل. حتى اسلمكم الجثث. حتى اسلمكم الجثث لازم تتنازلون. لازم يصير تنازل وتنحل. بس حضرة العميد ترى افادات والله العظيم. والله اسمع ولا واحد يتنازل. استاذ ستار الافادات اللي عندي واضح بها انه هي مشكله عشائريه. اخي انا ما لي علاقه بالحوادث. ويانا تعرف شو يا انسى الموضوع الساعه. لا هذا الجامع. هذا شنو؟ استاذ ستار الجامع. شنو يريد عواد ولد اخوي. يلا الزم هذا الحكي. ولد اخوي. وانا اعرف استاذ ستار اعرف تصير مشاكل وتجر. اريد اشوفها بالشحنه قبل عسل. شوف منو؟ اريد اشوف حسن وقاسم ولد اخوي يا ابو زينب. لا حول الله لا حول الله يا رب. لا حول الله. انت قايل لك؟ انت قايل لك؟ لا ينسمع منو الجامع منو القاعد. ابو زينب والله كان ودك ليش؟ شو تريد؟ اريد اشوفهم ما حقت انا جيت شوف منو؟ ما ممكن يشوفهم. ما ممكن يشوفهم. الله يخليك لا تحرجني. ستار لا تحرجني. ستار ابو زينب. عندي بعواد خربت الله يرضى عليك. سيادة العميد هذا هو الشيطان. إذا ما شايف الشيطان نجس عنس لا تدلني نجس. هذا اللي احنا نقول لا لا هلا ولا مرحبا بجيبك. ليش تجيبوا يا ليش انا شو مسوي؟ شو مسوي؟ ولك الدم ما وقف. من يجيبه؟ انت شو ما وقف؟ اريد اشوف حسن وقاسم ما لحقت عليهم. كفيلك الله على جنب بالدواره. شيشو خلينا نشوفهم. ويا جوار شوف كتبت فوق. وقالوا لي قوم شوفهم. بويا ودول الاسباب والله. قوم شوفهم. لا تحكي زايد. قوم شوفهم. قوم شوفهم. كل هذا الدرب بسبب هاشم. قوم شوفهم يا اخو فضه. حكي زايد ترى حكي زايد. شوفهم فضه. سيد ما شايف عن صنف بالعالم عليها ما لا اله الا الله. عقول ولد اخوي ما تعال اسمع تعال اسمعني يا وجه اسمعني يا اخي اسمع. تتنازل انت؟ انا متنازل. خلاص لا تحكي لا تحكي زايد. لا تحكي زايد. خلاص جعلت اجيب لحبتي هم والعام وتقاتلوا. انت اسمعني. جاوا ذولك أربعة قاعد شنو؟ ذولك انت جاي في الخميس السبع اللي المفروض لا جاي في السبع الصبح دخلوا في السجن والعصر طلعهم. جابوا يا ما له علاقه. ما له علاقه. حماسك انت نسيب انت خلق نسيب يعني انت مو حريص عليهم. سيد انت عاطل سيد انت عاطل. خلي يتم التنازل وتدفن الجثث. انا لو ملحق عليهم كان ما صادق بس ما لحق. ولا ودي وجهك الواحد من الناس شكل والله العظيم راح يطلع لك بألف شكل مو شكل. تعال ما تعال حبيبي رجال عقد سيد. لا حول ولا قوة. يعني والنتيجة لا والنتيجة تمشي يعني نعوف ولا بجراعة ما نعوفهم خوي. انا امشي بجراعة انا اطعن بالافادات كلها. بنت هاي طبعا اطعن بالافادات كلها والله. على الله. يفوت الجو خالص. سيد وين نروح؟ الو اخونا ولدتين. افتح الباب. السلام عليكم. شلونك سيد؟ شلون صحتك؟ خالد لا تخاف ما ادري انا كنت بالمستشفى. انا كنت بالمستشفى.
هي صوبه وجاي ينسفون، لا تخافين بابا ايش فيك؟ مو انت ما شفت الصور ما شفت. ادري تشولي لا خل تلبس عبايتها روح يلا امشوا انا شو مسوي؟ ودي اشوف. اي روح البس عباتك يلا البس عباتك زين البس عباتك يلا فوتي بسرعه سيد شنو صار؟ يوم انت حيزر الصبح اي مبروك جايب النسوان بالسكوت اي بعدين جو هدوا عينين سيد اثنينهم ماتوا كنت يبهم ناس بالمستشفى يلا بابا زيوني تعال بابا زيوني تعال مشي انا يلا اي مجروحين وجاي ينسفون والله لا ايش بيك انت؟ انا اللي ماخذك هسه اقول ايش بيك انت؟ انا اللي ماخذك هسه والله راح تشوفيهم يلا بابا زيوني لا تعطلنا يلا فدوه يلا امشي قدامي امشي يلا اخوي في مال الله سلمنا على اهل وياك في مال الله بدأت تتكشف الوجوه والمواقف تماما بالنسبة لحيدر مع وصوله للناصرية، بين من بقي على موقفه من آل هاشم وبين آخرين انقلبوا وصاروا إلى جانب فرج بعد أن سحرهم بكلماته. في الطرف الثاني أصحاب حيدر وقفوا معه مستعينين بكل الطرق ومنها شعائر عاشوراء. زينب شرف العائلة وهي روح هاشم كما كان يسميها، لذلك ظل همه الأول المحافظة على حياتها، وقد تكفل حيدر أن يحميها بكل ما يملك من أخوة. زينب جيبوا سلامات. حيدر طيب وينك عبالي متى؟ ناطرك هنا. قواك الله اخوي زينب، قواك الله حيدر، قواك الله اخوي. ايش سويت هالمكان؟ ماكو مكان امين بالناصرية حيدر، مسلم. شلونك اخوي؟ لو نروح للغراف لو للبر. ويا حيدر ويا لازم نصلي. اي احنا نصلي الليله ما لك علاقه. يا اخي شو القصه؟ حيدر وياي فدوه اروح اليوم بيته حيدر وياي، والله لو على قصر رقبتي ما حد يوصلك. ما جاي جربك صعب حيدر صعب ويا وانت ما جاي تفهم شو الوضع. زينب ماي مسلم خلينا ناخذ المستشفى راح تجيب سياره وقف بسرعه مسلم شوفوا البيوت. ها خلينا نشيلها زينب خلينا ناخذها المستشفى. حيدر تعبانه. زينب قوم
رجليه ايش بيه؟ ما تبقون بالناصريه لحظه واحده حيدر. هذا ما يحب. حيدر خلينا نطلع لو للغراف لو للبطحه رحمه لابوك. اقدر اطلع وين نروح؟ وين بيتي وياي. نوصل بالكاميرا. احنا نوصل لك حيدر بيتي. حيدر انا وياكم. يعني وين اوديك المحل؟ اي المحل ودينا بالمحل. للمحل؟ اي ودينا بالمحل. مسلم المحل اي هسه موجود جاهز. قدامنا مسلم في ضبطنا وخابرني. منا راح نطلع منا. يلا قدام. انا وياه ما لك علاقه وخابرني. يلا نعالها وين نعالها؟ لا لا يا كلها ده لبسي لبسها لبسي يا معوده. قاعده لبسي. ليش شاير بديه يراد لها مضمد يراد لها دكتور حيدر؟ انت يراد لك مضمد؟ يلا اخوي يلا يلا دير بالك يلا. ستوته عوفه هنا قفلته. يلا ما علي بقى بالستوته روح قدام. يلا ورايا. صل على محمد تقويه. يلا ام علي. غدير جايتك. عجوان الله يساعدك. ساعد حيلك. شلون؟ هلا بك سيد. بخير حياتك. حفظك الله. الله يخليك. شنو اخوي وين انت؟ شو ما موجود؟ احسن. شو السالفه؟ يلا ام علي. تفضل تعال. رحم الله والديك. تعال. لا مستعجل بدي اروح. يا اخي ليش صيح منها؟ تعال. مستعجل. يلا غدير. يلا. بيك يلا يا معودة. على كيفك خالة. فوت جوا فوت. وين كنت انت خالة؟ ولد عمك وراحوا وانت وين؟ والدعوة جاي تصيح عليني ليش؟ حلوين. ليش يما ليش؟ امك. سكت امك سيد. لا خليه يحكي ويا خليها. حلوية انت مرة كبيرة. حظ البخت تحكي. احكي الحظ والبخت. حلوية. هاي نسيتوها، هاي الربا، هاي العشرة، هاي كلها. اي صار مو زين هسه جواد هسه اللي زينب، وجواد اللي ياخذ كريستال، وجواد الطايح حظه، وجواد الخايس، وجواد الشلب، وجواد النعم. امشي يلا يلا صاحين عليك. لا تقول لي ماخذ شنو ماخذ؟ لا تقول لي ماخذ هاي والله ما كيفكم. يلا ولا تروح. قومي ما هو كيف. شو لك؟ شو لك؟ انا ما اقدر امشي تستاهل. ايش بك؟ ما اقدر وياك يا اخي. امشي ما شلون بطلع شلون اخذ بالطابه اطلع امشي احسن منكم هذول كلش ولي عوفي. ما هي مو بوعي عوفي ولي. واحد عوف ولد عمك. تعبان. تعبان. شنو يا عمي من هاي بس؟ بنتي. شنو اللي انت وين؟ يولي يلا فوتي. والله